السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ليه مش بقول أسماء الناس أو الأماكن اللي أنا بشكر فيهم؟ وليه لما بتكلم عن مشكلة مثلا في المجتمع ما بجيبش اسم حد بيعمل المشكلة دي وحفل عليه كمان زي ما ناس كتير بتعمل؟ اللي خلاني أعمل الفيديو ده واللي فكرني بالقصة دي هو التعليقات على الفيديو بتاع فضفضة عن عملية الليزك اللي أنا عملتها. ناس كتير جدا قالت لي أنت ليه ما كتبتش اسم الدكتور في التعليقات وليه أصلا ما اتكلمتش عنه في الفيديو؟ عندي سببين للموضوع ده. السبب الاول انا ما كنتش عايز اوري الناس ان ده اعلان. هو فعلا مش اعلان، بدليل ان انا ما كتبتش اسماء اي حد، انا اديت لك شويه نصايح وبس، ما حدش يعرف اسم الدكتور. طب هو الاعلان يعني غلط او حرام؟ لا طبعا، الاعلان ولا عيب ولا حرام ولا غلط ما دام انت بتعلن للشخص المناسب اللي يستاهل. الحاجه التانيه ان الدكتور ده عمل لي العمليه دي من 10 سنين، وانا هنا بحاول انشر لك فكره مش انشر دكتور. الدكتور ممكن خبرته تتغير، ممكن يكون اغلى بكتير، ممكن تجربته معاك غير تجربته معايا، ممكن تشوف انت حاجه انا ما شفتهاش وتحس ان انا ظلمتك او ضحكت عليك. كل الهادك ده انا مش عايزه. انا كنت عايز انشر لك فكره ونصيحه. فكره لما حضرتك تروح تعمل عمليه بتسال دكتور واتنين وعشرة ومية، خصوصا ان هي عمليه صعبه جدا. لما عمليه صعبه يعني في خطورتها، لكن هي كعمليه مع الدكتور سهله وبسيطه في دقائق تعملها. ممكن حد يختار لك مركز معين تعمل فيه العمليه وحضرتك تروح على طول من غير ما تسال الناس وتلبس في الحيط. فبرضه اديت لك نصيحه انك تسال واحد واثنين وعشرة تجاربهم ايه مع المكان ده. حضرتك انا وقعت في غلطات كتير جدا، برضو بنشر لك فكره وتجربه علشان انت تتفادى الغلطات اللي انا وقعت فيها. كل ده مش هيتغير مع الزمن، ملوش علاقه، دي نصايح بنشر فكره ونصيحه وتجارب عشان حضرتك تستفيد بيها مع الدكتور المناسب ليك لحد ما ربنا يكرمك وتلاقي. طب تعال نروح الناحيه التانيه. ليه برضو ما باجيش على مشكله في المجتمع مضايقانا كلنا ومعترفين كلنا انها غلط واجيب اسم حد بقى واحفل عليه واعمل خناقات والفضايح اللي الناس بتحبها دي؟ علشان نفس القصه. تخيل معايا ان انت راجل عندك متابعين وبتعمل فيديوهات وبتكتب بوستات على الفيسبوك وتويتر ولينكد ان ويعني صيتك مسمع يعني، ورحت جيت على واحد جبت اخطائه عملت عنها فيديو وكتبت عنه بوستات ورحت عامل في الفيديو كل حاجه الشخص ده بيعملها واتكلمت عن الاخطاء طبعا. ايه اللي هيحصل لو الشخص ده اتغير؟ فكر معايا كده، الشخص ده بعد اسبوعين ثلاثة شهر اتغير، الناس كلها بتتغير، بقى واحد تاني ما بقاش يعمل الاخطاء دي وبقى واحد محترم جدا وربنا هداه وبقى احسن مني ومنك كمان. هتعمل ايه ساعتها؟ اول حاجه هتروح تحذف البوستات دي كلها وتشيل الفيديو. اكيد مش هتسيب الفيديو بعد ما الراجل يعني ربنا هداه. طيب وبعدين الناس اللي نزلت الفيديو هتعمل ايه؟ هترفع الفيديو في حته تانية. لو الفيديو ما اترفعش الناس هتفضل فاكره المحتوى ده، الشخص هيفضل فاكرها لك حتى لو اتغير، الا من رحم ربي يعني. فكل الجدال والخناقات دي كلها بسبب ان انت لما حاربت الفكره ذكرت اسم شخص معين. لكن انا هنا بتكلم عن نفسي، مش مطالب انت خالص تعمل كده، انا بحكي عن نفسي انا بعمل ايه في الحالات دي. انا بحارب فكره مش علاقه بالشخص، بتكلم عن فكره ومشكله معينه ومش هقول لك مين بيعملها. عشان اللي بيعملها ده لو اتغير في يوم من الايام يبقى الحمد لله انا ما ذكرتش اسم حد وما زلت بحارب الفكره، عشان اكيد في ناس تاني بتعملها لان احنا مش في المدينه الفاضله يعني. تمام كده؟ فكده انا ما خسرتش حد، عملت فيديو يعيش مع الزمن هيفضل موجود. مش هينفع في يوم من الايام حد يقول لي خلي بالك الفيديو ده بيخبط في فلان الفلاني فشيله، مش هينفع لان انا ما ذكرتش اسم فلان الفلاني اصلا. تمام؟ نفس القصه في مطاعم، في اي حاجه من الحاجات دي. انا رحت يا عم مطعم كان جامد جدا وما قلتش اسمه مثلا، في فيديو عملته اسمه فضفضة عن الاكل في السعوديه واتكلمت عن مطاعم باسمها عشان معروفه وعشان الناس كانت هناك. لكن انا ممكن اجي احكي لك تجربه، انا النهارده اكلت في مطعم جامد جدا وبحكي لك يعني فضفضه، مش مهم اقول لك اسم المطعم ايه. هتقول لي ليه؟ هقول لك نفس اللي فات بالظبط، نفس اللي قلته لك قبل كده. المطعم ده ممكن حضرتك تروح تلاقي اكل وحش، تجربتك غير تجربتي، عجبني ما عجبكش. تاني حاجة أنا مش فود بلوجر ولا فود ريفيور واخد منهم فلوس عشان أعلن عن المطعم، دي تجربة عادية. أنا رحت المطعم عجبني فحكيت التجربة، مش بالضرورة أقول لك اسمه، مش ده الهدف. أو مش الهدف من الفيديو إن أنا أعمل إعلان لمطعم، ممكن الهدف يكون حاجة تاني، ممكن الهدف يكون موقف حصل لي مع شخص في المطعم عجبني طريقته فأنا حكيت القصة. فيجي حد يقول لك المطعم اسمه إيه، مش ده الهدف. يعني مش ده الهدف من الفيديو. عايز تفهم قصدي؟ في مطعم مرة أنا رحته وطلبنا أكل ليا أنا وصاحبي، الاكل يكفي ثلاثة. فالشخص لما جيت اطلب اللي هو الويتر قال لي لا دي لا. قلت له يعني ايه دي لا؟ قال لي لا ما تطلبش دي كده كتير. انا استغربت، حسيت والدتي اللي بتنصحني يعني. وبعد فتره اتصاحبت على مدير المطعم وصاحب المطعم كمان، واكتشفت ان هو اللي مدربهم على كده، ان هم ما يكلفوش العميل.
فالشخص لما عمل الحركه دي انا حبيته جدا، خصوصا لما خلصت الاكل لقيت ان انا الطبقين بتوع صاحبي ما خلصوش اصلا، انا وصاحبي ما خلصناش الطبق بتاعنا. يعني الاكل اللي كان هيجي ده كان حرام وزياده وملوش لازمه نشتريه. يعني الراجل ما كانش عايز يكسب وبس فلوس يعني، بس كسب عميل. فالحركه عجبتني. اسم المطعم ايه بقى؟ مش بالضروره. انا بحكي هنا فكره، انا هنا بنشر في فكره، بنشر فيها ان انا نفسي تنتصر فعلا والمطاعم تعملها، مع العلم ان في مطعم عمل عكسه تماما ولبسني في اكل انا ما حبيتوش وحلفت مش هروحه تاني. فبرضه هنا ساعتها هنشر فكره او احارب فكره ان ما ينفعش حد يعمل معاك كده في مطعم. اسمه ايه المطعم؟ ملهاش لازمه، لان انا كده ممكن تروح انت ما يتعملش معاك كده، ابقى انا اذيتهم على الفاضي. ففكره انك تنشر شخص او مكان ساعات بتبقى فيها شخصنه شويه، مع العلم ان انت ممكن تكون بتحارب فكره وكل حاجه، بس يجي شخص يقول لك انت مشخصن عليا، مشخصن الموضوع، مع ان انا مش مشخصن، والله انا اقصد احارب الفكره. جرب كده تحارب الفكره بدون الشخص، شوف هيحصل ايه. بس. شكرا.